في لحظة هدوء، من غير إشعار، من غير تليفون بيرن، من غير ما حد بيقاطعك، حاول تجاوب على سؤال بسيط جدا: امتى آخر مرة ركزت؟ بجد كده ركزت؟ يعني قعدت ساعة كاملة كده تقرا كتاب من غير ما تبص على موبايلك، كتبت فكرة أو خططت الهدف، أو حتى قعدت مع نفسك من غير ما تفركش دماغك. عارف إن السؤال بسيط بس الإجابة مخيفة، لأن الحقيقة انت بقيت مش ملك نفسك، انت بقيت عايش في جيب موبايلك، مش العكس. وأسوأ من كده انك مش واخد بالك، لانك فاكر نفسك متطور متابع متصل بالعالم ايا كان. بس الحقيقة انت مش متصل، انت متفرق. كل 3 دقايق دماغك في حتة، كل اشعار بيقطع لك سلك من اسلاك تركيزك، وكل سكرول بيقربك خطوة من نفسك اللي نسيتها. الموبايل ما بقاش وسيلة، بقى هو الحياة نفسها. زمان كنا بنقعد سوا، نتكلم، نتخانق، نحكي، أو نسكت بس مع بعض. دلوقتي بقى الموضوع مختلف. لو 2 قاعدين في كافيه، بتلاقيهم ماسكين الموبايل وبيضحكوا، بس مش على بعض، على ناس تانية في فيديوهات. بقينا غراب عن نفسنا، بقينا مختلفين عن بعض، عن اللحظة. بقينا نعيش اللحظة من الكاميرا بتاعة التليفون. بقينا نوثق كل حاجة بس مش بعينينا، بقينا نوثقها في شاشة عشان نفتكر إننا كنا مبسوطين. مش بنعيش اللحظة، بس بنحاول نعيشها للتليفون. ونسينا برضو إننا نفرح، نسينا إن إحنا نفرح بجد. نسينا اللحظة اللي بتبقى لحظة، مش ستوري. بقينا نخاف من السكون، من الفراغ، أو حتى من الهدوء. بقينا نملاه بأي صوت، حتى لو مش بنسمعه. المهم إننا ما نحسش. عارف، المشكلة إن التركيز برضو اتبخر، والمخ اللي بيتشرب بقى زحمة. المخ عامل زي العضلة، لو فضلت تقطعها بحركات متفاجئة بتتهد. كل مرة نوتيفيكيشن بيقطع لك تفكيرك، مخك بيرجع تاني من الأول. عارف ليه؟ أو عارف ده معناه إيه؟ يعني أنت لو بتكتب حاجة مهمة أو بتقرأ أو حتى بتتأمل، وجالك إشعار أو حتى خربشة، شكيت إنها نوتيفيكيشن، مخك محتاج من 20 ل25 دقيقة عشان يرجع لنفس مستوى التركيز. تخيل، يعني في كل لحظة انت بتفتح فيها الموبايل، انت بتعيد نفسك من الأول. وعشان كده احنا بقينا جيل بياخد وقت طويل جدا عشان يبتدي، بس عمره ما بيكمل. بنبتدي مشاريع أو نبتدي نكتب كتب أو نبتدي نخطط، كل ده بيتنسي وبيترمي وبيتشتت، عشان احنا بقينا مركزين مع حاجات تاني. بقينا مركزين اكتر مع الموبايل والسوشيال ميديا، عشان احنا بقينا نتعاطى الانتباه السريع. مش بس بنعرف نعيش مع فكرة ان احنا نغوص في الموضوع. انت بتستهلك ولا ان انت بيتم استهلاكك؟ عارف، في مقولة وجملة بتتقال بتقول: لو الخدمة ببلاش يبقى انت بقيت المنتج. انت مش بتستخدم السوشيال ميديا، لكن انت اللي بيتم استخدامك. كل اب معمول انه يخليك تقعد فترة اطول، كل سكرول، كل لايك، كل فيديو اللي بعده معمول بدقة علمية. وفي مهندسين ورا الالجوريزمز، ورا الانستجرام وتيك توك وايا كان البلاتفورم اللي انت شغال عليها. هم شغالين علشان بس انت تفضل على طول تعمل سكرول. كل ده بيدرسوا ازاي المخ بيفكر، ازاي الانسان يقدر ينغمس في السوشيال ميديا ويفضل على البلاتفورم دي اطول فترة ممكنة. بيشوفوا ايه اللي بيشدك وايه اللي بيمسكك، ولما بيعرفوا ده بيديهولك اكن ان انت مدمن ولازم تاخده على طول. الادمان هنا مش بس وقت، الادمان ده attention، ادمان تحفيز لحظي، ادمان هروب من الواقع، من الحقيقة، ادمان ان انت تدخل عالم افتراضي لطيف بس فاضي. عارف الاستركات بتاعت السناب شات؟ ما هي الا ادمان. لو جيت سألت اي حد مدمن على السناب، قلت له ايه فايدة الاستريكس، مش هيعرف. هي اصلا ملهاش فايدة، هي فايدتها
انك تفضل منغمس جوه البلاتفورم دي. برضو بقت هواية صامتة. عارف أسوأ حاجة؟ انك تفضل تعدي يومك ورا يوم وانت فاكر انك مشغول، او في الحقيقة مشغول بالهروب، مشغول تبعد عن نفسك وتبعد عن أسئلتك اللي وجعاك. هو أنا راضي؟ هو أنا عايش الحياة اللي أنا كنت عايزها؟ هو أنا فعلا كويس ولا أنا بضحك على نفسي؟ كل دي أسئلة بتطلع في اللحظات اللي بنبطل نبص فيها على شاشة الموبايل. بس احنا بقينا عاملين لكل ده ميوت، عاملين كل ده بعيد عننا، ماسكين الموبايل ومنغمسين فيه بشاشته المنورة. الحل مش في انك تبطل، الحل في انك ترجع تتحكم. انا مش هقولك ارمي الموبايل، لان انت دلوقتي بتسمعني من موبايل او ايا كان بتسمعني منين. بس اللي هقولك عليه انك لازم انت اللي تسوقه، مش هو اللي يسوقك. يعني مثلا ساعة الصبح ما تمسكش الموبايل، صدقني دي اغلى ساعة في يومك. ابدأها بصلاة، ابدأها بتأمل، ابدأها بأي طريقة، بس المهم إن ما يكونش فيها موبايل. اعمل ميوت لكل الإشعارات، أو على الأقل اللي مش مهمة. اللي مستعجل هيتصل، واللي مش مهم هيهرب. تالت نقطة، اسأل نفسك كل يوم أنا كنت فين؟ يعني شوف وقتك راح في إيه، مش تقول مشغول معلش أنا وقتي ضايع. هسألك سؤال، كام ريل أو كام شورتس أو كام فيديو اتفرجت عليه على مدار اليوم؟ كام فيديو أثر فيك وانت فاكره؟ هتلاقي ولا حاجة. رابع نقطة، اقعد لوحدك كل يوم 10 دقايق من غير أي حاجة. الملل هو بوابة للإبداع، والسكون هو المكان اللي بيتقابل فيه مع نفسك. خصص وقت للسوشيال ميديا، ما تسيبهاش تسرق يومك. زيها زي الأكل، لو سبت نفسك تاكل طول اليوم هتتعب، ولو سبت نفسك تسكرول طول اليوم دماغك هيتسمم، مش هيبقى يشتغل بنفس الوظيفة والكفاءة بتاعته. في الختام عايز أقولك اصطلح مع نفسك أو خليك مبسوط مع نفسك. انت مش لازم تبقى روبوت، ومش لازم تبقى محتاج up to date على طول مع كل حاجة. إن كان كورة، إن كان أخبار، إن كان كل ده، انت مش متأخر. انت محتاج تهدى، ركز. التركيز راجع لما انت ترجع لنفسك. الهدوء كمان بيرجع لما تسكت كل الأصوات اللي حواليك. الموبايل هيشتغل تحت أمرك انت، مش فوقك. في النهاية عايز أقولك، لو حسيت إن الحلقة دي حركت حاجة جواك ما تبقاش أناني. ابعتها لحد ممكن يكون تايه أو مضغوط أو مش قادر يركز، وابقى اسأل نفسك سؤال واحد قبل ما تنام: أنا كنت مع نفسي النهاردة ولا كنت مع الناس كلها وسابتني؟ دي كانت حلقة جديدة من حلقات بودكاست على مزاجي، وأنا أبانو بنادر مقدم البودكاست اللي بنحاول نكون فيه صوت الحقيقة اللي ما يتنسيش. أشوفكم في حلقة جديدة. سلام.